التقسيط مش بيسهل عليك، التقسيط بيستغلك. ليه الشركات بتصمم تقول لك 0% مقدم وفوائد؟ لأن الرقم صفر بيحسس مخك إن مفيش خطر ولا تكلفة زيادة، فبتقرر تشتري على طول من غير ما تسأل نفسك هو ده فعلا سعر المنتج الحقيقي. لو موبايل ثمنه 30,000 جنيه فمخك هياخد وقت أطول شوية إن هو ياخد قرار الشراء، بس لما الشركة تدخل وتقول لك أنت هتدفع 1200 جنيه بس في الشهر لمدة سنتين مثلا، هنا الشركة بتوقعك في فخ اسمه العلمي بريزنت بايس أو تحيز الحاضر، فمخك بيشوف ال 1200 جنيه كرقم عادي بالنسبة للشهر، بس ما بيشوفش السعر الاجمالي اللي هو بيبقى اغلى من السعر الحقيقي دلوقتي. المشكله ان التقسيط بيتحول لادمان، قسط موبايل على شاشه على لبس، فطبعا بتيجي اول شهر تلاقي نص مرتبك طرف الاقساط وما بقتش عارف تعمل ايه في باقي مصاريفك. وهنا في قاعده ماليه مهمه جدا بتقول ان لو اجمالي اقساطك عدى 30% من مرتبك فانت وضعك المالي في خطر. وعدو الاقساط هو الوقت، كل ما هتاخد وقت اطول في ان انت تفكر في المنتج اللي انت بتقسطه انت محتاجه ولا رفاهيه، وغالبا ده بيحتاج من 24 ل 48 ساعه، هتعرف تحدد بالظبط هو انت محتاجه فعلا ولا مش محتاجه اصلا. وبقول لي في التعليقات هو انت محدد نسبه للاقساط من مرتبك ولا سايبها زي ما تيجي.